السلام عليكم. معكم أم ميدو، وحشتوني. تعالوا النهاردة هنعمل أحلى تتبيلة للبانيه. البانيه اهو بعد ما غسلته ونضفته هنبتدي في التتبيلة. دي مية البصل اللي بقولكم عليها، اللي أنا بخزنها عندي من البصل كله اللي بفرمه وبعمله مثلا تقلية بحطه في الوصفات، فلازم أصفيه زي ما قلتلكم. أهم حاجة مية البصل للبانيه. ده توم باودر، دي المكونات بتاعتنا. بصل باودر، فلفل أسود اهو، مرقة، ملح، كاري. هنقلبهم مع بعض. لازم كله يدوب في بعضيه كده اهو. اللي خلى اللون كده اهو الفلفل الاسود. هنحط لبن دلوقتي، لبنها عشان يخلي النسيج بتاعه دايب طري. ممكن نحط مكان اللبن على فكرة زبادي. اهو هحط الكمية كلها فيه، شايفة؟ لازم يتغطى بالتتبيلة كلها. على فكرة الأول كنت بعمل لها خلطة غير كده، كنت بعمل لها خلطة بدقيق وبيض والكلام ده، بس لقيتها بصراحة مش حلوة وتقيلة اهو. هنيمها كلها الكمية في الخلطة. شايفين التتبيلة غطتها اهي. هغطيها بكيس بلاستيك يكون نضيف عندي، احطها على جنب، او رول ستريتش لو عندك. اهم حاجة انك تغطيها. ممكن تحطيها في التلاجة من بالليل، ممكن تعمليها الصبح وتعمليه مثلا العصر. يعني هو بياخد ممكن ساعة تكفي ليه كمان البانيه في التتبيلة عشان يبقى حاجة ويشرب من الخلطة بتاعته. ده بقسماط على فكرة مطحون، بجيبه فلت من عند العطار. الكمية اللي شايفاها في الكيس دي يعني عندنا احنا ب10 جنيه. هحط عليها التوابل بتاعتها دلوقتي وهقلبها ببعضيها. هبص بوريهولك عامل ازاي، لونه اصفر على فكرة ريحته حلوة جدا اهو. بقولك هحطلك عليه التوابل بتاعته. الاول هنحط معلقتين دقيق. عشان ايه؟ عشان البقسماط ده بيبقى جاي مش مطحون ناعم خالص، لا، بيبقى عامل زي الكريسب كده. لازم احط له معلقتين الدقيق ده عشان يمسك في البانيه. توم باودر، هحط له برضه بصل باودر، فلفل اسود، ومرقه. نفس التتبيله اللي حطاها في البانيه هحطها على البقسماط، لان البقسماط ده بقسماط مطحون بس من غير اي اضافات تاني. انت اللي بتضيفيها، انت اللي بتحط، انت اللي بتبهريه البهارات اللي انت عاوزاها. هو بيجي كده.
سادة من غير اي حاجة. هقلب كله في بعضيه علشان ايه كله ياخد من ايه من التوابل. اهو غطيته، ورايح اعمل ايه، رايح اعمل الرز البسمتي بتاعنا اللي احنا بنحبه، اللي هو بالجزر والبصل والبهارات بتاعته. ورق لورا، فلفل اسود، ملح، مرقة، بهارات الكاري. بصوا الرز البسمتي ده كالمعتاد بتاعي اللي انا بعمله، ادبل البصلاية، بعد كده انزل عليها بالجزراية، بعد كده بالتوابل بتاعتها. بعد التوابل بتاعتها هنزل بالرز بتاعي علشان ياخد من البهارات ومن الخلطة كلها الطعم. اهو نزلنا بالبصل. بص لو وصلت لحد هنا بالله عليكي اعملي لي اشتراك وفعلي زر الجرس ولايك وكومنت حلو منك. اكون شاكرة جدا جدا ليكي. اهو الجزر، بص انا بحب اعمل لك ليه بالتفصيل علشان اي واحدة تكون لسه جديدة في المطبخ او لسان الجداد اللي لسه بيدخلوا المطبخ، حتى لما تكون مجهزة حاجاتها جنبيها تبتدي معايا. اهو انا بدب الاتنين مع بعض، بديها وقتها براحتها. البهارات بتاعتنا اهي اللي قلتلك عليها، فلفل اسود وملح ومرقة وورق لورا وكاري. اهو هقلبهم في البصل والجزر تقلبتين 3 كده لحد ما ياخدوا اللون بتاع الكاري. هوريك اللون بتاعه اهو. على فكرة الجزر كمان بينزل لون. اهو بصوا انا بسجلكم وبيتنا على الجسر، اديكم سامعين العربيات والتكاتك والدنيا هايصة عندنا، يعني انتوا عايشين معانا ديكم، والقطر كمان اهو. يا ريت ما تنزعجوش من الاصوات دي. والله انا بختار بالليل اسجلكم اقول عشان الدنيا تبقى هادية، لان الشارع بيبقى عندنا مصلحة حكومية في الشارع فبيبقى زايط النهار كله. اهو بصوا لونه جميل لونه. هزود له حتة كاري، حتة صغننة مش باينة اصلا. هزوده بالمية السخنة اللي بقولك عليها، بحطها من وانا بعمل في الرز علشان تغلي تلحق تغلي. هسيبه على جنب بقى يتشرب مع نفسه كده بالهادي هو ونفسه. تعالي نكمل بقية ايه الكفر بتاع التتبيلة بتاعت البانيه. اهو يعني هو غاب، انا خلي بالكم غبت يعني في الفيديو ده بتاع ساعة ونص كده ساعتين، لان الفيديو ده مش على بعضه، ده متجمع، فهو خد فترة طويلة يعني في التتبيلة. فبص شرب ازاي من التتبيلة وبقى لونه عامل ازاي. هغلفه دلوقتي بالكفر بتاع ايه البقسماط. اهم حاجة وانت بتغلفي تدوسي عليه علشان ايه يشرب من البقسماط بالتتبيلة وما يفكش منك. في ناس بتحب تحطه في التلاجة بتاع نص ساعة كده
تقولك علشان ايه ما يفكش منها في الزيت. لا، التتبيلة بتاعتي دي ما بتفكش ابدا في الزيت، دايما بعملها كده. احط طاسة الزيت، لازم الزيت يبقى غزير يعني كتير، علشان ايه يبقى مغطيه تحت وفوق، عشان ما تفكش منك. اهو، الزيت يبقى سخن. جبت المصفاية بتاعتي، جهزت الدنيا بتاعتي اهو، حطيته في الزيت. معلش انتوا عايشين معانا مع التكاتك والعربيات، يعني انا ما بلحقش اوقف الصوت علشان العربية تعدي. بالله عليك لو وصلتي لهنا ادعميني باشتراك ولايك وكومنت حلو منك يا سكر. اهو بص لونه، انا بحب لونه كده بيبقى ذهبي في محمر شوية بسيطة، بيبقى لونه حلو كده. لازم احطه في المصفاية عشان يصفي الزيت كله اللي فيه. اهو بصوا، في ناس كتير بتحب تستعمل ورق المناديل، بس انا مش عارفة، مش بحبها. ليه؟ لان بحس ان هي بتلزق في الاكل ساعات، بجرف الصراحة ساعات منها، بس يعني في حالات كتير بستعملها، بس مش في الاوقات كلها يعني. اهو بصي، انا عندي المصفاية تصفي لي الزيت احسن من المناديل. اهو بصي طلع عامل ازاي. اهو، انت مش هتسمع صوت الخروشة بتاعته، بس والله بيخروش صوت ما شاء الله عليه يعني. طلع كريسبي. وادي الرز اهو. يلا السلام عليكم يا حبيبة قلبي.